السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن الإعلامي المتميز طارق حبيب، صاحب المقولة المعروفة: مع أجمل المنى وأرق تحياتي. طارق حبيب إعلامي ومقدم برامج مصري، اتولد سنة 1942 وتوفى سنة 2013. عمل فترة في مجال البنوك وكان مدير لبنك أمريكان إكسبريس. اشتغل في التلفزيون المصري سنة 1970، وكان أول برنامج جماهيري يكون ليه السبق إن هو يسجل مع كبار المؤلفين العظماء زي طه حسين ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم. اتميز إنه محاور ماهر، له أسلوب شيق في محاورة الضيوف وتقديم البرامج. من أشهر برامج طارق حبيب حروف وألوف، اتنين على الهوا، وتجراف، وأهلا وسهلا. اشتهر طارق بمقولة: مع أرق المنى، مع أجمل المنى وأرق تحياتي. دي كانت دايما يقولها في كل حلقة من حلقاته. يعتبر رائد وعميد فن الحوار التلفزيوني. اشتهر إن حواراته كلها كانت مع الأدباء والمفكرين والعلماء والوزراء والملوك والأمراء. طارق حبيب والده كان بيشتغل في السياسة، وهو كان خريج كلية الحقوق وكان سكرتير الوفد. كمان طارق لما اتخرج من الحقوق قدم في الجامعة العربية وكان من الخمسة الأوائل، لكنه اترفض، واتقال إنه اترفض بسبب اشتغال والده بالسياسة. بعد كده قدم طارق إنه يبقى في الخارجية، وقدم امتحان الخارجية وبرضه سقط، وعرف وقتها إنه سقط لأن أبوه زي ما قلنا اشتغل بالسياسة وكمان كان معتقل سياسي. كل ده كان ترتيب رباني عشان يتحول مسار طارق اللي هو كان رسمه لنفسه إلى الإعلام، ليصبح أشهر مذيع وقتها في التلفزيون المصري وأشهر محاور. بعد التخرج طارق من الحقوق اشتغل محامي في البنك الأهلي، ومحامي لإحدى شركات الطيران اليونانية، وكمان مدير للمبيعات. وده بسبب إنه كان بيجيد 3 لغات: إنجليزي، فرنساوي، وإيطالي. كمان كان بيتمتع بوسامة شديدة جدا. في بداية دخول طارق التلفزيون اشتغل الأول معد، بعد كده اشتغل مذيع مع الإعلامية نجوى إبراهيم في برنامج كلاكيت، وكمان مذيع مع منى جبر في برنامج اتنين على الهوا. برنامج اتنين على الهوا ده كان من أشهر البرامج الفنية، لأنه كان بيقدم مباراة تلفزيونية فنية بين اتنين من العمالقة الموجودين وقتها، زي مثلا يوسف وهبي وزكي طليمات، أو أحمد رجب وأنيس منصور، تحية كاريوكا وسامية جمال، أمينة رزق وعائلة راتب، وغيره 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 من الثنائيات اللي كانت مشهورة جدا وقتها. عشان كده البرنامج بتاع اتنين على الهوا ده كسر الدنيا. كمان قدم طارق برنامج تلسكوب، الحكم بعد المداولة، حبر على ورق. ميز طارق ببراعة الحوار، عشان كده اتحب من الجميع: أدباء، مفكرين، رؤساء، إعلاميين، وزراء، ملوك. الناس كلها كانت بتحب تطلع معاه، وعارفين قد إيه هو محترم ولبق وبيحترم الضيوف بتوعه ويقدرهم. حب طارق كمان يقدم موضوع مختلف وجذاب، وكان أول واحد يدخل أوضة العمليات ودخل فيها الكاميرا وعمل عملية قلب مفتوح يعني لنفسه. قام بيها الدكتور مجدي يعقوب وأصر إن العملية تتصور، وأشاد أنيس منصور بالتجربة دي وقال إن هو يستحق عليها جايزة أدبية وفنية. طارق اتجوز مرة واحدة بس من زوجته اسمها سهير قنصوع، وخلف برضه بنت واحدة اسمها رشا. توفى طارق سنة 2013 وساب لنا تاريخ طويل من الذكريات الجميلة وتاريخ طويل من الإبداع الإعلامي والفني. طارق كان عنده 3 أحفاد من بنته رشا، كان مرتبط بيهم جدا، هم أمينة وعمر ومحمد. وللأسف أمينة توفاها الله عن عمر 15 سنة بعد صراع مع مرض. وللأسف الحمد لله إن طارق كان توفى، وإلا كان حزن عليها حزن بالغ. أمينة لما توفت زي ما قلنا كان عندها 15 سنة، وده كان سنة 2020. رحم الله الجد الجميل والحفيدة. ودي كانت نبذة عن حياة الراحل طارق حبيب اللي متعنا. دي أختكم همسة، ودي قناتي، من فضلكم لايك وسبسكرايب عشان القناة تكبر. شكرا ليكم.